حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض خبز البريوش او خبز البرجر. واسوأ حاجة في الدنيا ان احنا ناكل برجر ويكون العيش او الخبز بتاعه مش حلو، لان بيبوظ طعمه، بيودي طعمه في حتة تانية. و90% من البرجر بيبقى الخبز. هنعمل مع بعض النهارده البريوش او الخبز او القرص، تمام، بالطريقة اليوناني. تمام. هنعمل مع بعض اول خطوة واللي هي تينج زون، ودي بيستخدموها اليابانيين في اغلب وصفات العجين بتاعتهم. معانا معلقتين مية، 4 معالق لبن كامل الدسم، وعليهم معلقتين دقيق وهننزل بيهم. انا استخدمت هنا دقيق عادي، ممكن تستخدموا دقيق عجين بس او متعدد الاستخدامات. انا استخدمت الدقيق متعدد الاستخدامات. وهنا كنا بنقلب كل حاجة مع بعض، هنفضل نقلب لحد ما يدوبوا. وبعد ما هيدوبوا هنحطهم على النار. انا حطيتهم هنا على النار لمدة دقيقتين. تمام. انتي ممكن تحطيها في الميكرويف عادي برضو، في ثواني هتعمل. هنا كانت اتلمت كده، عاملة زي الكورة او زي السلايم بالطريقة دي، نفس القوام ده. انا محتاجاها نفس القوام ده، تكون نفس القوام ده بالظبط. بصوا اهي، ممكن تحطيها في الميكرويف. انا هنا عملتها في الطاسه اللي ما عندوش ميكرويف. هنا معانا كوبايه الا ربع لبن، تمام، 130 جرام، وهننزل عليهم بمعلقه كبيره خميره، ويا ريت يكون اللبن فاتر، تمام، لا ساقع ولا ساخن، يكون فاتر كده دافي. هو هنفضل ندوب كل حاجه مع بعض، هندوبها وهنسيبها 10 دقايق. تمام. هنا كنت جبت العجان، انا استخدمت العجان عشان مرهقة شوية، ممكن تعملوها بايديكوا عادي. هنا كوبايتين ونص من الدقيق، تمام، هننزل عليهم ب3 سكر، وبعد كده هننزل عليهم برشة ملح. وهنبدأ ان احنا نقلب المكونات الجافة دي كده كلها مع بعض. هنا كده كنا حطينا كل المكونات الجافة سوا. بعد كده نبدأ ان احنا ننزل بالمواد السائلة. هنا بقى العجينة كانت بتلف، هنا نزلنا بالخميرة واللبن زي ما انتم شايفين كده. هنا كانت بدأت انها اول ما اتجمعت مع بعض حطينا بعد كده العجينة او التينج زون اللي احنا عملناه في الاول. تمام. وهنبدأ نشغل العجان تاني. تمام. هنا هنشغلناه، اول ما يبدأ انها تلف مع بعض هننزل عليها ببيضة وصفار بيضة، بيضة وصفار بيضة. هنبدأ ان احنا نشغل العجان تاني. انا هنا كنت بفصل العجان او بوقفه عشان اوريكم الخطوات، وعشان الكاميرا ما كانتش جايبه، لكن لو هي شغاله ممكن تحطه عادي. تمام. وبعد كده هنا هننزل ب3 معالق من الزبده. تمام. هننزل ب3 معالق زبده في درجه حراره الغرفه. انا عن نفسي الزبده دايما حطها بره في الشتاء، لكن في الصيف ممكن بحطها في التلاجة شويه. تمام. فهي هنا كانت سايحه لانها كانت بره. هنبدأ ان احنا نضرب، وهنخليه يضرب ضربة محترمة كده 5 دقايق ولا حاجة مع بعض. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، تفضل تضرب 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 مع بعض لحد كل المكونات بتبدأ تتجانس والعجينة تلم. واهم حاجة عايزين العجينة تكون طرية وجميلة. هنا كانت لمت، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بعد ما لمت هنا كده، انا عايزة العجينة تكون طرية نفس القوام ده، نفس الطراوة دي. بسم الله ما شاء الله، بجد كانت تحفة، يعني كانت طرية قوي. هنا بقى على السطح رشينا دقيق. ودي بقى خطوة حلوة قوي. هنجيب العجينة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى انا هعمل ايه، هبدأ اخد من بره لجوه، من بره لجوه، من كل حتة كده، من بره لجوه، من بره لجوه. ودي خطوة اضافية بس جميلة قوي. تمام. ده بعد العجان. وحتى لو ما عندكوش عجان وبايديكوا، بعد ما تخلصوا عجن يعملوها كده زي ما انتوا شايفين، من بره لجوه، من بره لجوه. تمام. انا هنا كنت شلت بقيه الدقيق، ما شربته العجينه، ما شربتش الدقيق، انا شلت بقيه الدقيق اللي كان فاضل هنا كده. بصوا زي ما انتوا شايفين بعملها بايدي، بلفها كده زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. بصوا 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 انا بعملها ازاي،
بنفس الطريقة دي كده هنفضل نسوي فيها نسوي فيها نسوي فيها نسوي فيها ياما. وبعد كده هنجيب بولة نحطها فيها، والبولة دي يكون فيها حاجة دهنية. انا حطيت فيها رشيت فيها رشة زيت كده زي ما انتوا شايفين بتلمع من جميع الاتجاهات، وحطيتها فيها وغطيتها بالستريتش، وهنحطها في مكان دافي. انا حطيتها جنب لمبة البوتاجاز. خدت بالظبط نص ساعة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين اتعملت ازاي؟ اهو انا عايزاها تبقى نفس القوام كده كده تبقى نجحت معاكي. بصوا تمام. هنبدأ ان احنا نحطها ونبدأ ان احنا نقسمها. طبعا انا العجينة اللي عملت معايا 7 وحدات بالظبط، تقدري تزودي براحتك. بصوا بقى هنبدأ ان احنا نقطعها، ولازم تقطعوها متساويين. ولو حسيتي ان مش متساوية ممكن ان انتي تعمليها بالميزان. بصوا انا هنا لو لاحظتوا ان هنا يعتبر التقطيعات كلها كانت متساوية. بصوا هنا بقى بعد كده هنبدأ ان احنا نلمها. بصوا كده بايدينا، ايوه بايدينا كده زي ما انتوا شايفين. هنبدأ ان احنا نلمها بايدينا. وبعد كده ادي كده كانت اول واحدة، هنعمل معاكم واحدة كمان. بصوا بايدينا. بسم الله ما شاء الله. بصوا تاني بناخدها من بره لجوه من بره لجوه، بعد كده بايدينا زاوية 90 كده باخر 70 في ايدينا، وان احنا نبدأ نلفها. تمام. هنبدأ ان احنا ايه نلفها كده زي ما نفضل نلف فيها كده، وبعد كده بايدينا. تمام. هنا بقى معانا الصينية حاطة فيها دهنة سمنة او زيت، واللي عنده اللي عنده ورق زبدة مفيش مشكلة، انما هنا ما كانش عندي. تمام. هنسيبها تخمر بالظبط، بنسيبها نص ساعة تخمر او ساعة على حسب. وهنا معانا بيضاية على معلقتين لبن، وهنا دهنا الوش بتاعها. تمام. بسم الله ما شاء الله. وهنحطها في الفرن. تمام. هنوطي من تحت عشان ما تتلسعش، نوطي من تحت عشان ما تتلسعش زي ما انتم شايفين هنا كده. بصوا كانت طريه ازاي وحلوه، كانت بجد تحفه طريه. هنبدا بصوا اقطعها لكم هنا عشان تشوفوا من جوه كانت جميله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا جربوها مش هتندموا. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم مطبخ ام فهد.